قالب ها. دي شوف الهث واللي هسه يقول طارق لك. هاي يعني عمك نوري قب لك طارق انت شنو ها؟ اويلي يا عمي نوري هنا، واني من الصبح كنت اقول خلي اقوم عندي شغل، بس دول المطايع قالوا لي لا تقوم كمل نومتك. عمي نوري ما راح يجي اصلا. دي كافي صار لك ساعة تخربط وتلوص بالحكي. يلا روح سوي شغلك يلا. يلا عيني يلا. الحمد لله على السلامة عمو. تسلم ابني. شلونك عمو؟ هسه احسن؟ اي احسن ابني. وانت ورا ما توزع لنا الشايات زين اكنس المكتب واطلع اغسل السيارات يلا. عمتي انت شلون تقبلين تتزوجين هذا اللي اسمه شوكت؟ انت مو كنتي دائما تقولين بودي اصب تيزاب على صنف الرياجيل؟ اني من كنت اقول لكم هالحكي بوقتها بعد ما كنت متعرفه السيد شوكت. اويلي ايش قد حلو مثل الهوا والمي. مثل المي؟ بس دير بالك عمتي انتبهي لا يروح يفوت هذا المي باذنك ويصير بعدين اعصار تسونامي لا سامح الله. حنين؟ نعم سنان. عوفي انك لقيتي قولي لك فد شي. ماما حكي سنان صح، لانها اني هذاك الرجال ابد ما فات بقلبي، كان يفرفر عينه هيك. قولوا ايش ما تقولون، اني ما يهمني، ما تقدرون تغيرون رايي، اني حبيت السيد شوكت. تقولي وقعت بحبه يا بيبيتي. يا حبيب بيبيتك انت. امشي شوف الباب ابني. تمام بابا. انت ايش ذكرك بالزواج ها؟ مدى افتهم ايش ذكرك بيه؟ سنان يمكن انت نسيت انه انت جبت السيد شوكت. اي والله انا شلون سمعت كلام حميد اوف من هالدماغ اوف. تعال يمي اني اكفخك دي كافي عمتي دي كافي. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا. هلا بيش ست حسنية. جبت لك ورود ربيعية، واذا تسألين ليش اقول لك لان انت هم مثل ورود الربيع، شابة وحلوة. اشكرك هواية كلك ذوق. تفضل ويانا الريوق جاهز. يلا قوم اشوف. اقعد منك تحول يلا. اريد اقعد يوم ست حسنية. عندك اوامر اخرى استاذ؟ ماكو داعي لقلة الادب لان اني ضيف عند امك. طبعا. يلا دفيت الكرسي هم زين تفضل. تسلم. تعرفين اني شو اقول ست حسنية؟ شو تقول سيد شوكت؟ اقول اذا توافقين يعني نطلع نفتر شوية نتونس، هم نتونس وهم نحدد موعد لخطوبتنا. الله كلش حلو شوكت حبيبي. استاذ شوكت تريد اجيب لك شاي؟ اي اريد. ارجع اقعد بمكانك انت. حنين صب شاي الاستاذ شوكت. راح اروح اصب. ماما اسمعي، راح أقرأ علامات الأعراض الأولية لمرض داء الكلب، وفقدان الشهية، الشعور بالضيق والتعب، احمرار العينين. ها شو نسوي؟ ألف الحمد لله ماكو من هالأعراض بأبوك بنتي، يعني الحمد لله ما تخبل. بالإضافة إلى ذلك يعاني المريض من الأرق الشديد والخوف والعدوان وسلوكيات غريبة والألعاب والرغوة في الفم والخوف من الماء أيضا. هسه افتهمتي؟ شنو هاي نعمان؟ انت متخبل. تخبلت؟ شنو تخبلت ليش؟ صفية انت تخبلتي شي؟ خماني شرب. بس بابا عيونك حمرة وهاي من اعراض داء الكلب. داء الكلب؟ ما قدرت انام، صار عندي ارق وللصبح ما غمضت عيني. احكي لي، يعني انت هسه ما تخبلت نعمان؟ شنو مجنون؟ ايه انا رايح للحمام. يا الله واحنا خفنا على الفاضي. تعال بابا نتريق سوا. شوف ماما سوت لك طماطة بالدهن. ريوق؟ لا انا ما اشتهي. ماما ها فقدان الشهية ثاني علامة من داء الكلب. بس ابوك يقول اني ما تخبلت. اني اقول داء الكلب وهو متخبل بس ما يعرف. شو اسوي؟ بنتي لا تخوفيني اكثر، افتحي اقري زين اشوف. الله يلحن هسه وقت انقطاع الماي. شوفي هاي كلها اعراض المرض. ماما شوف الرغوة اللي بحلق بابا. ماما الرجال متخبل. هاي هي. شنو ليش؟ انتوا اللي مخابر. يا الله انت احمينا يا ربي. انهزمي ماما انهزمي.
ايش تحكون انتو؟ شنو الحكي؟ لو كنتوا تخبلتوا؟ اعوذ بالله، ايش بيهم ذولا؟ شيء عجيب. صباح الخير. صباح النور خالة، أهلا وسهلا. استاذ نوري، ما شاء الله جيت للشغل. شلونك؟ زين؟ شلون صرت؟ احسن ان شاء الله؟ اشكرك عيني ست نجاة، انا زين الحمد لله. عافية عليك حميد، دمرتني وبهذلتني، شو تريد بعد؟ هاي ايش بيك يا معود؟ سناني صار ابني. لا تسألني عمي نوري، هذا حميد دمرني بهذلني. الله الله، حميد انت ايش سويت بسنان؟ والله ما مسوي شي خالة. اسكت، لا تكذب، انت مو قلت زوج عمتك وارتاح منها؟ اي صحيح. اي قلت ودمرتني. ابني هاي ايش تحكي؟ ده فهمنا عاد شنو تحكون الغاز؟ عمي نوري هذا حميد قال لي سنان اخوي اذا تريد ترتاح من عمتك روح زوجها واخلص منها، وانا رحت لقيت واحد من صفحة الحب بالجريدة، بس الرجال طلع اثول مو خش ادمي. اويلي وقصر قط، والله البارحة بالليل دمروني، اكلوا راسي للصبح. احلف لكم حتى عمتي حسنية تصير ملاك يمه. ايه وخالة حسنية شو تقول؟ شو تقول خالتك حسنية؟ فرحانة طايرة من الفرح. عليكم الله ما تعرفون قاتل مأجور أسعاره تكون مناسبة؟ والله سنان انت واحد غريب كلش. شلون وياك؟